ما أجمل أيها الأحباب أن نلتقي في رياض الجنة نرتع ونحن نتحدث عن الجنة. وهل يوجد في حياة أحدنا في الدنيا جنة؟ وهل الدنيا بهمومها وأحزانها ولهيبها ولأوائها يوجد فيها بقع للجنة؟ إي والله، هناك بقع أريدك أن تنظر إلى أقدام أمك، فإذا نظرت إليها فارفع نظرك من جديد لأقول ثم الجنة، كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: إلزم رجليها فثم الجنة. إذا رأيت سعيد منشرح الصدر منشرح البال طلق المحيا في عينه الرضا وفي أبنائه بر، وتجد أنه في قمة السعادة، فاعلم أنه تحوطه دعاء أم أو أب. وإذا رأيت إنسان شقي أشقاه الله بما آتاه أعطاه ليشقيه، فلا بد أن يكون لديه في البر لخبطة. ولذلك إذا لم نرتب الأولويات كما أمر رب الأرض والسماوات انقلبت علينا الدنيا وانقلب علينا أبناؤنا أحزان.